السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ اخباركم ايه يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الروتين كده في اوضه النوم. اول حاجه هنسمي الله، نبدا نفتح الشباك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا في منطقه فيها اراضي، فكان في شغل في الاراضي المره اللي فاتت، فالشبابيك بصوا كلها تراب ازاي، فان شاء الله هننضف مع بعض ده كله. ونبدا نقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. شايفين يا حبايب قلبي معايا؟ بصوا، شفتوا الفرس الجميل اللي هناك ده؟ يا صباح الفل. شفت الطيور اللي بتطير في السما دي؟ حبة من اجواء الطبيعة. ما شاء الله تبارك الله. النخلتين الحلوين اللي هناك دول كده، والفرسة الحلوة دي. ويلا نشوف كده ان شاء الله روتيننا النهارده هنعمل ايه. ربنا يعيننا ويقوينا يا رب. اول حاجه هبدا اعملها، اجيب الفرشه دي يا جماعه، حلوه قوي في الاستخدام، وابدا انضف الشباك كده. انضف الشباك كله من جوه الاول، والازاز كده. نبدا نفتح كده. بصوا بقى السلك ده بقى اللي فيه تراب كتير قوي. نضفنا الشباك اهوت، نضفنا الشيش من ورا ومن قدام كله، والحصان الجميل دوت سيبه كده يتفرج عليه. خلصنا، ممكن نكمل الحته دي كده، ونفتح بقى الشمس تدخل جوه. حطيت مخدة السرير هنا في الشباك اهوت، وهبدا ان انا انفض السرير والتراب والحاجات دي حاجات ادوات التسريحه اللي انا حطاها على التسريحه، هبدا ان انا انضفها وامسحها معاكم. وادي البوكس اهوت اللي بحطه على التسريحه، لما الحاجه كلها فيه نضفته كله، ونزلت الحاجه اللي فيه ونضفتها، والحاجه اللي مخلصها شلتها ورميتها. هبدا بقى، جبت معايا شويه ميه اهوت بفوطه، وحطيت شويه صابون اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد، اللي هو الاوكسي الجل اللي هو بتاع الغسيل الاوتوماتيك. حطيت شويه صغيره وحطيت عليهم شويه خل والفوطه. وهبدا ان انا بقى ايه، اجي على الازاز، لان الازاز بصوا، وهبدا اجي على الاوضه كلها بقى، الخشب كله بعد لما انا نضفتها اهو، الخشب كله بقى هبدا ان انا ايه، المعه. خلصت التسريحه، جيت على السرير هنا بالفوطه كده، وابدا ان انا ايه، اشتغل على شباك السرير وعلى السرير كله بالمنظر ده. واجي على الدولاب كمان، ابدا ان انا المعه، عشان لو متطرب ولا حاجه يبقى نضيف، يبقى الاوضه كلها متشمعه و10 على 10. ودايما المقابض نحاول نمسك المقابض كده، ونلمعها هي كمان. بصوا اللمعه علشان ايدي فيه باستمرار، فتلاقي ايه، مفيهوش اي حاجه غير بس تبقى ترابه بس، مش اكتر من كده. وخلصنا الدولاب كمان اهوت، ولما ومش هنسى باب الغرفه كمان، لازم الباب كمان يتلمع كده. بصوا هو متطرب اهو، هنحاول ان احنا نلمعه كمان عشان يبقى كله نضيف. بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله صحبه اجمعين. ايدك في حاجتك تفضل حاجتك نضيفه، وما تيجي تشتغلي او تحسها ان هي اتطربت كده معاكي، هتبداي ان انت ايه، مش هتحسي بتعب. بصوا الباب اهو نضفته كمان. وبصوا التانية دي والأقرة الباب كمان كله كده تلمعيه كده تلميعه حلوه. وتيجي هنا كده
على الفواصل دي كده، واصبعي فيها كده تنضفيها، تاخدي بالك من كل تفصيله في الحاجه. الباب نضيف معانا اهوت ولمع معانا اهوت، خلصناه. ومفاتيح الكهرباء كمان لمعناها، ما ننساهاش. ودايما المكان دوت اللي هو حوالين المفتاح ده مكان ايدينا كده دايما ننضفه. بصي يا حبايبي، بعد لما لمعت الاوضه بالميه والصابون والحاجات اللي انتوا شفتوها دي، هبدا دلوقتي ان انا اعمل ايه. بجيب المعطر، اي معطر ان انت بتحبي ريحته، هتجيب المعطر اي معطر بتحبي ريحته، وهبدا ان انا ارش على بصوا على المكان الازاز مثلا او المرايات او كده، وابدا ان انا ايه اشطف بيه كده، يعني اختم بيه. بعد الحركه دي بتلاقي المعطر ريحته ثابته في البيت كله، ما بيسيبش ريحه الاوضه. يعني 3-4 ايام كده لو بتقفلي باب الاوضه كده وتطلعي، فهتلاقي ايه ان الاوضه ريحتها كلها ريحه المعطر اللي انت رشاه، تثبت على الموبيليا وعلى الحاجه. يبقى اخر حاجه بتجيبيها بتلمعي بيها هي المعطر، ترشي المعطر على الفوطه بتاعتك وتبداي تلمعي بيها، تبدا الريحه ثابته. رجعت البوكس مكانه بعد لما لمعت. طبعا المفارش انا غسلاها، فعلشان كده مش هعرف افرشها لما تنشف. ودي الورده كمان الصغيره دي حطيناها برضو، غسلتها ونضفتها. وبصوا كله بقى الحمد لله. بعد لما خلصت تلميع الاوضه، جبت شويه ميه في الجردل وحطيت عليهم شويه منظف، وهبدا ان انا اغرق ارضيه الاوضه. بصوا نحاول ان احنا نغرقها كلها ميه كده، بحيث ان ايه لو في اي بقعه اي حاجه تتشيل. خلصت الاوضه اهوت، مسحتها ونشفتها بميه نضيفه كمان. وبصوا ادي السرير فرشته، لسه بس هجيب اللحاف عشان احطه على السرير، لان كنت حاطاه بالشمس. بصوا الاوضه لمعتها وخليتها زي الفل. وادي الدولاب كمان لمع وبقى جميل اهوت، والارضيه كلها فله. وادي التسريحه كمان كله بقى 10/10. اللهم لك الحمد ولك الشكر. بصوا العلبه دي انا حاطه فيها الفرش، وحاطه فيها الاسبونشه بتاعه الشعر بتاعه الولاد. وادي كمان خلصت العلب كله نظافه نظافه. والمروحه كمان لمعتها وظبطتها كله تمام التمام. هقفل بقى الشباك واجيب الفرشه افرشها، لان الجو قلب هوا بعافر كده بتراب كده، فطبعا ده هيبهدل الدنيا تاني، فحاول ان انا اقفل بقى. والحمد لله خلصت، فرشت الفرشه اهوت، وجبت اللحاف من على السطح فرشته، والاوضه بقت فله بسم الله ما شاء الله. وقفلت علشان التراب اللي بره، فرضت الستاره، وما شاء الله تبارك الله. والتسريحه كله تمام التمام. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب. دلوقتي بقى اخر حاجه هنعملها. الاوضه اصلا والله مش محتاجه ان انا ارش معطر، عشان انا عملت المعطر في الشطفه الاخيره بالفوطه كده، وبقيت اعمل على الخشب ما شاء الله ماسك فيه جدا. فانا دلوقتي هبدا بس ايه برضو اللمسه الاخير كده، الريحه الجميله دي كده، عشان لما يجي الحاج كده ان شاء الله يدخل ينام، يبقى ينام ويتهنى كده ويرتاح. اللهم لك الحمد ولك الشكر. يلا نبدا نهدي الاضاءه، وتبدا بقى كده ما شاء الله راحه نفسيه. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب. اللهم لك الحمد ولك الشكر على اقل النعم يا رب. لك الحمد ولك الشكر يا رب. ربنا يكرمكم يا رب وحبايبكم، ويسعدكم وينجيكم ويهديكم، ويفرج كرب اخواننا الفلسطينيين يا رب في كل مكان، والمجاهدين في كل مكان يا رب. والله لك الحمد ولك الشكر يا رب. وكل جمعه وانتم طيبين يا حبايبي. نعمل مع بعض فنجان قهوه. عماله احاول ما اشربش قهوه، بس صراحه مش قادره. بسم الله الرحمن الرحيم. احلى فنجان قهوه ده ولا ايه؟ خلصنا المطبخ كمان اهوت،
كيس القهوة بتاعتنا، وادي البوتاجاز نضيف. طلعنا دورة الغسيل غسلناها ونشرناها، قصدي نشرناها. وادي الحوض نضيف، وادي المواعين اللي غسلناها حطيناها تصفى، كله تمام التمام. والارضيه اللهم لك الحمد مسحناها وشطبناها ونضفناها، كله تمام. ناخد فنجان القهوه بتاعنا بقى ونطلع نقعد في الروقان شويه. هندخل على الصاله، نحاول اللي هو الريسبشن نحاول ننضفه. بصوا عامل ازاي من طبعا من قعده بالليل. هنحاول ان احنا نعمل فيه تنظيفه كده سريعه عشان ننظمه وننضفه ونشيل اي حاجه. وبصوا سبحان الله الجو عمل ازاي، الجو اتغير 360 درجه. سبحانك يا رب قادر على كل شيء. بصوا الجو عمل ازاي، لون الجو بقى عامل ازاي، وشكل الجو والسما عامله ازاي. اللهم ارحمنا واغفر لنا وكفر عن سيئاتنا يا رب، وتب علينا وارحمنا انك انت التواب الرحيم. سبحان الحي الذي لا يموت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا نبدأ مع بعضينا كده، نسمي الله ونتوكل على الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجة هبدأ ان انا ارتب الكراسي كده. انا هحاول على قد ما اقدر الم بسرعة علشان خاطر التراب ده ما يدخلش جوه تاني. ظبطت اهو، خلصت. الشاشة كمان ما عادش، بس هشفط ارضية الارضية ولو ما حوالين السجاد كده وخلاص اكون خلصت. وهنشيش عشان الذباب يطلع بره. ودلوقتي خلصنا الحمد لله، وشيشنا عشان اي ذبابة تطلع. شغلنا الاضاءة الهادية وهنبدأ نرش المعطر. بسم الله. كده خلصنا روتين الأوضة.